كتير من المرضى بتكون خايفة لأن عندها استجماتيزم، بس هل دي حاجة تقلق؟ يمكن الإجابة أيوة ولأ مع بعض، لأن أولا محتاجين نعرف يعني إيه استجماتيزم. معناها إن العين فيها انحناء مشابه لانحناء البيضة، يعني هي مش منتظمة انتظام الكرة اللي فيها المحاور كلها متشابهة. ثانيا ان تلت الناس الطبيعيه عندها استجماتيزم بس بدرجه صغيره. ممكن علاج الاستجماتيزم يكون ان احنا نلبس نظاره واحنا صغيرين، او ممكن عدسات لاصقه معينه اسمها توريك، او لو عايز تتخلص من النضاره نهائي في الكشف لقينا ان الاستجماتيزم منتظم ومستقر وعملنا اشعات قرنيه وطمنا عليها، ممكن جدا نصلحه بالليزر في عمليات تصحيح الابصار بالليزر التفصيلي، خاصه باستخدام الفيمتوليزك. انما احيانا الاستجماتيزم بيكون كتير غير منتظم، وده جزء من مرض القرنيه المخروطيه، يعني ان القرنيه ضعيفه وبتتعرج باستمرار، وده مرض خطير بيحتاج علاج سريع لايقاف المرض، خاصه في البنات لانه بيكون نشط جدا معاهم. علشان كده اول ما بنلاقي استجماتيزم، خاصه لو غير منتظم او كتير او مختلف ما بين عينينا الاتنين او بيزيد، بنطلب اشعه معينه على القرنيه علشان نرسمها، نعرف هل هناك مرض محتاج تدخل سريع عشان ما نخسرش نظرنا، او حاجه ممكن تكون طبيعيه محتاجه بس نظاره او اصلاح بالليزر.